احلى مسا على احلى متابعين. ايه رايكم بقى في شكل الطبق الخطير ده؟ طبعا محتارين، ايه ده يا ترى، ايه ده يا ترى؟ دي بطاطس صغيره او بطاطس بيبي. تمام، طبعا البطاطس دلوقتي كتير في السوق الجديده طلعت. شايفين الجمال؟ عملنا وصفه رهيبه بخلطه جباره، محتاره في الفطار ومحتاره في العشاء. هتجيبي البطاطس دي وتعمليها بالخلطه الجميله اللي احنا عاملينها، هتعجبك جدا جدا وهتعجب الولاد. يلا بينا كده نشوف الوصفة الخطيرة بتاعتنا دي عبارة عن ايه. يلا بينا. يا صباح الامل، يا صباح الرضا، يا صباح السعادة. احلى صباح على احلى متابعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله، كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل وصفة حلوة قوي قوي، للبطاطس الصغيرة او البطاطس البيبي زي ما بتسموها. دي البطاطس الصغيرة كتير طبعا في السوق اليومين دول عشان الجديدة طلعت. زي ما انتم شايفين البطاطس الصغيرة قد ايه، كل ما كانت البطاطس صغيرة كل ما كانت الوصفة تطلع معاكي جميلة، وبنعمل لها خلطة حلوة قوي قوي وممتازة بتخلي البطاطسية مقرمشة وطعم رهيب. طيب، اول حاجه انا معايا البطاطس اهي، نسمي كده ونقول بسم الله. شايفين البطاطس قد ايه جميله؟ طبعا البطاطس ما بتجيش نظيفه كده من السوق، طبعا كان فيها طينه وانا مسكتها بقى نضفتها وغسلتها كويس جدا. تمام. هنجيب حله ونحط فيها اي كميه بطاطس عندك صغيره زي ما انت كده. الوصفه دي هتعجبك جدا جدا وهتعجب الولاد. هنحط فيها البطاطس وهنحط عليها الميه وهنحطها على البوتاجاز تتسلق. تمام. ادي كده البطاطس حطينا كمية المية وهنحط عليها كده معلقتين كبار من الملح، عشان طبعا البطاطس بيشرها فهتاخد وقت على ما تمتص الملح ده. وهنرفعها على على البوتاجاز عشان تستوي. بصوا كده بقى بدأت انها تغلي معايا هي. تمام. هسيبها بقى لحد ما تستوي خالص ونشوف هنعمل ايه. هنا بقى البطاطس بتاعتي خلاص استوت واختبرتها لقيتها استوت خالص. هقشرها بقى، بس يفضل انك تقشريها وهي سخنه، حطيها تحت الحنفيه وقشريها على طول، لان لما بتبرد بتجرمز معاكي. تمام، فانتي قشريها وهي سخنه كده. كده البطاطس قشرناها وزي الفل تمام اهي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا حطاها في طبق واسع عشان اعرف اتحكم فيها واعرف اقلبها كويس. هنا بقى عندي ايه؟ عندي كده حبه بتاع دي كزبره مخرطاها بالشكل ده. تمام. وعندي معلقتين كبار من الدقيق، بسم الله. وعندي معلقة كبيرة من النشا. تمام. وعندي رشة ملح، نعمل لها الخلطة الجميلة دي بقى. رشة كزبرة، معلقة كبيرة كزبرة، معلقة كبيرة من الكمون، وكمان معلقة كبيرة من الفلفل الأسمر. تمام. وعندي رشة شطة حسب الرغبة طبعا. وعندي رشة كبيرة من بتاع ديت الكركم، معلقة كبيرة كده من الكركم. تمام. وكمان وعندي بقى معلقة عندي يا ربي اللهم صل على النبي نص كوباية من المية. تمام اهو. ونقلب بقى كل الخلطة مع البطاطس مع التوابل الحلوة دي. تمام. نغلف البطاطس كده بكل الخلطة الجهنمية دي. تمام. عندي كمان قبل ما نقلب فصين كده من التوم، بيدوا نكهة حلوة قوي. فصين من التوم المهروس. تمام، بيدوا نكهة وطعم بصراحة خطيرة. نقلب بقى كل مكوناتنا دي كده ببعضها. خلاص كده كل حبات البطاطس اتغلفت بالخلطة اللي احنا عاملينها دي. شايفين الجمال؟ هنيجي بقى على البوتاجاز، هنحط طاسة فيها زيت. تمام. وهنبتدي نقلي بقى الجمال ده. بصراحة البطاطس بالخلطة دي رهيبة، مش قادرة اوصف لكم بصراحة. هنا بقى حطيت الطاسة زي ما انتم شايفين، وابتديت ان انا انزل بقى ايه بالبطاطس بتاعتنا الخطيرة دي اهو. شايفين شكل البطاطس عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. ببتدي بقى ان انا اقلبها كده على الناحية التانية عشان تاخد لون برضو اهو. شايفين لونها جميل قد ايه؟ جميلة.
وده كده شكل البطاطس بتاعتنا، شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة جدا جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش طبعا في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.